اي شيء، اي سؤال ممكن انا ايضا اجاوب عليه، بما انه احنا الحلقه هي مفتوحه، قررناها مفتوحه نعم يكون بها كثير من لنور الامور نتناول. ولفريق عمل البرنامج، فمحمد وراء الكواليس اريد تحكي لي المخرج نعم. يعني اريد تحكي لي عن تجربتك بالبرنامج. يعني بالبدايه هي تجربه مو حديثه، يعني اشتغلت منذ فتره طويله ويا الدكتور موفق قناه المدى، تقريبا صار لي اكثر من عام بالتحديد. لكن هذا البرنامج تايم اوت احسه ممتع اكثر، يعني برنامج لطيف سلس، فقراته المتنوعه على الرغم من بساطتها لكنها يمكن نالت استحسان ورضا الجمهور العراقي، وهذا والمشاهد الرياضي، وهذا ما نسعى له ونطمح له. يعني احنا نطمح لتقديم مضامين ترضي المشاهد الرياضي. لكن انا هنا اليوم جاي اريد استغل هذا المكان واقدم لك يعني في بالي دقيقة بس مو هسه تسألني. طبعا على فكرة إضافة لكلامك، البرنامج هو نقطة يعني خلينا نقول يعني شيء مختلف، ونقطة خلينا نقول مضيئة في هذا الشهر، أنه مع اعتزازي واحترامي لكل البرامج الرياضية، اليوم أنا كرياضي لما أشوف برنامج يخرج عن كلاسيكية الأسئلة الرياضية ويتناول اللاعب او يتناول النجم او الشخصيه الرياضيه، يتناولها بامر اخر، هو نفس الشخص. انا واحد من متصل بيه مع اعتزازي واحترامي للكل، الكل احنا دائما نلبي دعواتهم، لكن من تشوف برنامج مختلف تروح يعني له. فلذلك انا يحسب للبرنامج انه اولا اختياره للمكان، وتحيه ايضا لان وصاني طبعا الدكتور ما انسى. طبعا تحيه لمطعم اجواء بغداد اللي هو طبعا الراعي الرسمي للبرنامج، وايضا مكان جميل. ويمكن كلكم بالكادر انه مميزين، تناولتوا اي شخصيه او اي رياضي اجى هنا تناولتوه طلعتوه بشكل مميز. اذا عندك سؤال بعد. هي بس حبيت اضيف انه هذا البرنامج صح لاقينا به صعوبات لان كان بشهر رمضان، لكن اثرنا على نفسنا والحمد لله، يعني ما اثر على البرنامج على الرغم من قله النشاطات الرياضيه وعدم وجود التجمعات مثل ما نقول، لكن الحمد لله ظهر يمكن بالصوره اللائقه اللي ترضي ذائقه المشاهد. حقيقه هناك سؤال يعني انا شخصيا حاب اعرفه قبل لا يعرفه المشاهد الرياضي والجمهور. كنت موفد قناه المدى بايران المباراتين الاخيره يعني امام تايلاند وفيتنام. قبل المباراه الاخيره كنت اعرف انه انت الحارس الاساسي، لكن يعني وصلني يمكن خبر بوقت باللحظات الاخيره تغير انه تم استبدال الحارس المرمى، يمكن صار جلال. انا بس حاب اعرف الجواب. هو طبعا لانه اصبح كان هناك ضغط على المدرب يعني بتبديل اللاعبين الكبار، واحنا طبعا كنا 4 لاعبين، فبالتالي كان المفروض يستعينون بلاعب بالفريق وثلاث لاعبين يبعدوهم تماما عن التشكيل حتى تمهيدا لابعادهم عن المنتخب الوطني بالكامل. فكان هذا هو السبب، ولا كان بالبدايه التشكيل كله مثل ما لعب مباراه تايلاند ببعض التغيير البسيط، وبعدين بالتالي ليله المباراه تغير امور كثيره.